خلوني اقول كلمتين كده ممكن ما يعجبوش ناس كتير، فلو عايزين تتعاركوا معايا تعاركوا معايا في الكومنتات براحتكم. ولكن بعد ما انتهت البطولة، هل انا هلوم على الدولة المنظمة المغرب؟ لا والله، لا الوم عليها خالص خالص. انا الوم على مين؟ الوم على انفسنا. ليه؟ لان احنا لما كنا بنتكلم على حوار العروبه والفكر العروبجي والكلام بتاع جمال عبد الناصر اللي مبقاش بياكل عيش، وان مصلحه مصر هي الاولى والاهم، كان بيطلع علينا ناس، واغلب الناس كانت تقول لك اصل العروبه، اصل الاشقاء، اصل انتوا بتعملوا فتنه، اصل مش عارفه ايه. هل انا بلوم عليهم؟ لا، هم ناس عارفه مصلحتها، هي مش عايزاك تفوز خلاص. مفيش حاجه اسمها عروبه واشقاء، مفيش حاجه اسمها كده في السياسه، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها دوله صديقه ودوله عدو. والله في وقت من الاوقات دي هتكون دوله صديقه، في وقت تاني ليها مصالح مع حد تاني عدو ليه، فتبقى عدو، وهكذا. الدول مصالح، مفيش حاجه اسمها اشقاء وشقيقه ومش عارفه ايه. هم حرين على فكره يشجعوا اللي هم عايزينه، هم براحتهم، انا ما اتضايقتش منهم على فكره خالص. العيب من عندنا احنا. وهرجع اقول لكم على فكره، الحوار ده هيخلص وادونا شهرين 3 4، وهتلاقوا المصريين لو دخلوا المغاربه كاس العالم هيشجعوهم برضه. ليه؟ عشان احنا اتعودنا من 60 سنه على فكره الفكر العربجي والمش عارفه ايه وكده. ولما بنيجي نتكلم على الهويه المصريه، هي المفروض السائده، وان مصر هي فوق الجميع، وان لازم ان مصر تبقى الاهم والاولى، وكل ده بيتم. لا، انتوا بتوع فتن. ما ينفعش، ما ينفعش ان مصر تبقى الاهم وتبقى كل فكرنا على مصر. ما فيش حاجه اسمها اشقاء عشان هما بيتكلموا عربي، ولا هما علشان ديانه معينه، ولا الكلام ده كله. في حاجه اسمها مصالح، مصلحتي هنا مصلحتي هنا، وده اهم حاجه، ان مصر تبقى عارفه مصلحتها فين. ما نبقاش عاملين زي من 60 سنه دمرنا الاقتصاد بتاعنا عشان دول تانية، وفي الاخر هل تمر؟ والله ما تمر، والله ما تمر ولا هيتمر. واديكوا شايفين اهو بيشككوا في السبع بطولات اللي خدناها على مدار سنين طويله. عجبكم يعني؟ اتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين، واتمنى ان البطوله دي تكون علمتكم حاجه. اي نعم احنا خرجنا من البطوله، اي نعم، بس اتمنى تكونوا اتعلمتوا درس. وانا اشك الصراحه ان المصريين يكونوا اتعلموا الدرس، اشك بحقيقه. احنا شعب ذاكرته مش قد كده، بننسى. فلما نيجي نقول تاني ان الهويه، ولازم نتمسك بكون احنا مصر، ولازم ان احنا نرفع مصر فوق اي حاجه، فوق اي حد، فما حدش يجي يقول لك انتوا بتعملوا فتنه. ولما بنيجي نتكلم على التراث، بقالنا كتير بنصيح على التراث اللي بيتسرق من الدول دي، وبرضه لما بنيجي نتكلم ايه يعني التراث، يعني ما تسيبوهم يا جماعه ياخدوا، اصل هم دول اشقائنا، اصلا مش عارفه ايه. اتمنى ان